بشرة الخير ابتدت تندع، واليومين دول من أهم الأيام اللي ممكن تعدي في تاريخ القضية كلها. الصفقة رايحة على فين؟ واخواتنا في القطاع قرروا ايه؟ بعد طول الانتظار وبعد الحوارات والمشاورات اخواتنا مبدئيا موافقين على الصفقة. لا بس مش هنوافق كده والسلام، في كام نقطة يتحط عليهم برواز. اولا الصفقة هتتم على 3 مراحل، وكل مرحلة 45 يوم، وده طبعا انا فاهمك، انا مش هقول بقى عشان هما ما يفشناش، ومفيش كلام ان احنا ننتقل من مرحلة لمرحلة الا لما ننفذ المرحلة الاولانية وتتم على اكمل وجه. وحاطط رجل على رجل. الكلام على ايه في اول مرحلة يا عم؟ خلاص هنديكوا المحتجزين اللي انتم مصدعين ابونا بيهم، بس مش كلهم، كبار السن، الأطفال، النساء والمرضى، وطبعا وطبعا النخبة هتبقى معانا، مش هطل احنا، علشان تبقى دايما ايديكم تحت الدرسين. مقابل ايه؟ محتجزيننا اللي عندكم فير جدا، 1500 منهم 500 النخبة بتاعتنا، هي كده احنا بقى انتوا هطلوا انتوا حرين، مع الافراج عن الاطفال والنساء والمستضعفين وكبار السن كلهم. وال1500 حاجة والاطفال والمرضى حاجة، دول حاجة ودي حاجة، والا هفتكش الجوازة. تاني حاجة دخول 500 شاحنة في اليوم وما فيهاش فصال وما فيهاش كلام. تالت حاجة توفير 60,000 مسكن حتى لو مؤقت، و200,000 خيمة للنازحين اللي انتوا سبب فيهم يا منيلين. موضوع النازحين يخلص على كده؟ لا، النازحين ليهم الحرية الكاملة، اللي عايز يروح للشمال يروح، وكمان تديهم الأمان. النقطة اللي جاية دي أهم نقطة، لأنها هتخلي رجلينا تتحط تاني على المسجد بتاعنا، الأوضاع في المسجد ترجع تاني لما كانت عليه في 2002. مش عارف الأوضاع كانت ازاي في 2002، خش شرش، المهم يعني ابحث. آخر نقطة بقى هي حاجات هتبتدي دلوقتي، بس معاك 3 سنين بس نشوف بعيننا ان هي ماشية صح، ان انت تعمر تاني القطاع كما كان وأحسن، تشغيل وتفعيل كل الوحدات الاقتصادية والمرافق العامة. ليه؟ علشان نشغل تاني العجلة الاقتصادية والمعيشية لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، ولكل اتفاق لابد من وجود ضامن. احنا بقى عايزين من الضامن بتاعنا؟ قالك مين؟ مصر، قطر، تركيا، روسيا وامريكا. الموضوع يخلص على كده؟ لا، يا دوبك النتن يسمع الموضوع ده من هنا ويجري يعقد اجتماع من هنا، ما يعني لو هو ده ان دل على شيء يدل ان هم كانوا محزوقين قوي ومستنيين قوي اخواتنا اللي في القطاع. انا شخصيا متفائلة وحاسة ان رجلينا عليهم عالية. اللهم وفق الأمة العربية والإسلامية لكل قرار تحبه وترضاه.